السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. خلاص باقي أيام وعيد الفطر يهل علينا. طبعا ما ننساش بقى اللي احنا بدأنا بالنواعم، وهنخش دلوقتي على القرص زي ما انتم شايفين كده. خلاص عملنا قرص، عملت 2 كيلو قرص، عملت معانا الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها ب2 كيلو من القرص. قرص يا جماعه الجميله اللي بالسمنه والزيت بطريقه اللي هي بتاعت الزمن الجميل، الطعم الفلاحي الجميل دي على اصولها. لو حابين تشوفوا الفيديو ان شاء الله الفيديو باذن الله هينول اعجابكم. الطريقه بسيطه جدا ولا صعبه ولا محتاجه اي تعب. مش عايزه اقول لكم عملت كميه كبيره جدا زي ما انتم شايفين ال2 كيلو عملت لنا كميات قد ايه، والكيس ما بنحطش فيه 2 و3 اكتر بكتير. تعالوا بقى مع بعض نبتدي نعمل القرص الجميل. طبعا انا جبت خميره فوريه. الخميره الفوريه حطيتها قد كوبايه الا ربع كده من الميه الدافيه، وقلبتها كويس لحد ما ابتدي ان هي تدوب كويس. طبعا عندنا الطبق ده فيه لبن وسكر، قلبته كويس مع بعض. السكر ده انت بتحطي حسب حبك للتحقيقه بتاعه القرص. انا بحب السكر، انا بحبها تبقى مظبوطه، يبقى سكرها مظبوط ولا يعني مش دلعه، بحبها مظبوطه، احب السكر فيها زياده. زي ما انتم شايفين هي هقلب السكر مع اللبن كويس. اللبن ده جاموسي. وهبتدي ان انا اجيب قد كوبايتين من السمنه، هنزل عليهم بالنص. انا طبعا جايبه قد ربع 3/4 كوبايه، يعني ربع تلت كوبايه ازازه الزيت، تلت ازازه الزيت كده. وهبتدي ان انا اقلب الدقيق مع طبعا بكون حاطه ذره ملح، وابتدي ان انا افرك بايديا لحد ما يبتدي كل حته في الدقيق، حبه في الدقيق شرب من السمنه ومن الزيت. طبعا لازم الحركه دي اساسي، ان انت تبسيها دي اساسي عشان يديكي طعم حلو في القرص اللي انت هتاكليها. طبعا مش عايزه اقول لكم بقى ان القرص طعمها كان جميل جدا جدا جدا. طبعا جبت عجوه وحطيت عليها قد معلقه زبده وهرستها كويس، وتاكدت ان هي دخلها سمنه علشان تدينا طعم حلو في القرص بتاعتي. حابه تحط لها سمسم مفيش مشكله. طبعا انا عملت ملبن وعملت عجوه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا اقلب كويس، وابتدي ان انا افرك السمنه كويس والزيت مع الدقيق زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هبتدي ان انا اضيف اللبن. طبعا اللبن انا لما بضيفه حبه بحبه، وابتدي ان انا اعجن، بس اتاكد ان مفيش اي مكان من الدقيق ده مشربش من السمنه عشان ما يبقاش الطعم بيدي اختلاف. طبعا السمنه مع الزيت بيساعد العجينه ان هي تدي طعم، وفي نفس الوقت تديها يعني بتريح العجينه وبتخليها حلوه. السمنه بس بتحسيها كده يعني بيبقى تقيله شويه، لكن انا بحب احط لها زيت بيخفف القرص، بتبقى طعمها حلو. هبتدي بقى خلاص كده قلبت السكر كويس، هبتدي ان انا ارش اللبن على الكميه بتاعتنا دي، وابتدي ان انا المها لحد ما ابتدي اتاكد ان هي طبعا نتاكد ان هي اتلمت معانا. طبعا العجينه دي يا جماعه بتبقى طريه حلوه، ما بتبقاش مفروله، لا بتبقى ماسكه كده زي اللبانه كده، تحسيها بتاخد وتدي معاكي كده، ما بتلزقش في الايد. هبتدي ان انا الم الدقيق بتاعي اللي هو العجينه بتاعتي باللبن والخميره. طبعا هقلب كده، هحاول ادخل اللبن في كل جزء كويس، في كل حته من العجينه بتاعتنا علشان تدي الطعم كله واحد، ما يبقاش حته وحته. زي ما انتم شايفين كده هعجنها كويس. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف الخميره اللي انا عملتها. انا طبعا سبتها هنا خمرت، فهبتدي ان انا المها كده، ولو احتجت هحتاج ميه دافيه. طبعا زي ما انتم شايفين كده خلاص. بعد ما ضفت الخميره هلم بقى كله كويس. بعد كده لو لقيتها محتاجه ميه عادي مفيش مشكله، تحطي حبه ميه دافيين وتروحي لما العجينه بتاعتك هتتلم معاكي بكل سهوله. وبعد كده بسيب العجينه بقى ترتاح لحد ما تخمر كويس، وبعد كده ببتدي ان انا اقرصها مع بعض. شايفين كده هي خلاص ابتدت تتلم معايا، بس هي محتاجه ميه. هضيف لها بقى حبه ميه كده قد. طبعا في انواع مختلفه من العجينه، انا النوع دوت اسمه كنزي حاجه زي كده. استعملته بصراحه يعني عجبني، حلو برده مش وحش. ده نوع جديد لسه نازل من الدقيق. فطبعا خلاص كده انا حطيت حبه لبن، قلبت عليهم حبه ميه كده اهو، وسكر اللي كان باقي من الموجود من اللبن. وهبتدي ان انا بقى الم عجينه خلاص اتلمت، سبتها ارتاحت خمرت، طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوريكم دلوقتي ملمس العجينه عامل ازاي. العجينه يا جماعه ما بتتقطعش زي ما انتوا شايفين،
ما بتتشققش ولا اي حاجه. العجينه جاهزه وجماهي، بصوا شايفين طريه وجميله ازاي، زي اللبانه، ملمسها جميل جدا وطعمها اجمل. هبتدي ان انا احط العجوه زي ما انتم شايفين كده، واروح مبططاها بايدي واروح نازلاها في قلب الصينيه. خلاص كده انا كده خلصت العجينه بتاعتي. هبتدي ان انا بقى اشكل بالطريقه اللي تعجبك، اللي الحشوه اللي انت حابه تحشيها. انا بصراحه ما حبيتش ان انا احشي، يعني ما حبيتش ان انا احط سمسم، حبيت انا بصراحه فضلت ان انا اعملها من غير سمسم. حابه اعملها زي زمان لما كنا بنعملها كانت والدتي بتعملها لنا بالطريقه الجميله دي. فطبعا مش عايزه اقول لكم القرص الفلاحي دي طعمها جميل جدا، هتعجبكم وخفيفه جدا، الزيت مخليها خفيفه، وقوام العجينه ملمسها قطني وجميل، هتعجبكم. او هوريكم طبعا شكل العجينه بتاعتنا ايه. طبعا انا كده خلاص خلصت كده، هبتدي ان انا اسيبها ترتاح، وبعد ما اتاكد ان هي ارتاحت هبجيب السكينه واروح عاملاها اسماء زي نصين. وطبعا اللي هي بحسها ان هي ساده ما فيهاش حاجه، هبتدي ان انا اعملها بالشوكه كده، اخرمها بالشوكه علشان خاطر ايه، تدي منظر وشكل حلو للقرص. طبعا زي ما انتم شايفين كده هخلص الكميه بتاعتي كلها ونبتدي ان احنا نعملها. دي القرص الساده، طبعا انا عامله ساده وملبن وعجوه. حبيت ان انا اعمل الساده بالشكل دوت، والعجوه طبعا قسمتها نصين. وادي شكل القرص، وادي الكميه اللي عملناها من ال2 كيلو. طبعا القرص دي بخزنها، بتقعد معايا فترة كبيرة جدا، قد اسبوعين 3 طبعا بناكل منهم. مش عايزة اقول لكم بقى هشة وجميلة وطرية وحلوة قوي. طعمها هيعجبكم جدا. بحطها في الديب فريزر وبطلع الكيس يفك بره شوية، بعد كده بناكلها. طبعا دي جميلة قوي مع الشاي، او بالليل حبيتي ان انت بدل ما تسحري قرصة مع كوباية شاي، بتبقى طعمها حكاية. وادي الملمس بتاعها، طبعا وريتكم بالعجوة، وادي بالملبن زي ما انتم شايفين والسادة. مش عايزه اقول لكم بقى ان طعمها جميل قوي 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 قوي. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم قوي وهتنول اعجابكم. اسهل طريقه تخزني بيها القرص، ايوه نخزن بيها القرص، تقعد معاكي على طول. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه.